كنت قاعد زهقان بدور على فيلم حلو اتفرج عليه عشان البرد اللي احنا فيه ده بيحب الافلام، ولقيت قدامي فيلم غربي عن الكاوبوي من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها. عشان الكاوبوي دايما عنده جاذبية خاصة كده بين الصحراء والبارود والمسدسات. فقلت لازم اشارك معاكم الفيلم ده واعمل لكم الحلقه دي عن افضل 10 افلام كاوبوي في التاريخ. فانا ولسه ما عملتش لايك، انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. فيلم رقم 10 معانا هو The Good, The Bad and The Ugly. الفيلم ده أسطورة كل عشاق الكاوبوي، بيدور حوالين 3 أشخاص كل واحد فيهم بيدور على كنز مفقود، مع الموسيقى التصويرية للفيلم مشهور بيها واللي كانت واحدة من أهم أسباب نجاح الفيلم. وده من افضل افلام الكاوبوي اللي انصحك تتفرج عليها. الفيلم رقم 9 معانا هو No Country for Old Men. دايما بنشوف في الافلام عمليات تسليم المخدرات والسلاح، العصابه دي جايه بالمخدرات والعصابه دي جايه بالفلوس، وعشان يخلوا الموضوع مثير اكتر بيخلوهم يضربوا نار على بعض. بس عمرك سالت نفسك لو العصابتين الاتنين قتلوا بعض ايه هو مصير الفلوس والمخدرات؟ فيلمنا بيدور حوالين صياد اثناء رحله الصيد بيلاقي شحنه فلوس ومخدرات في مكان نائي، وبتتقلب جوانب حياته بعد كده تحول الموضوع لمطارده بينه وبين قاتل مأجور لا يرحم. الفيلم مليان مشاهد توتر قويه مع اداء رهيب للممثل خافير بارديم، واللي فاز بجائزه اوسكار عن دور الشرير في الفيلم. والفيلم رقم 8 معانا هو Once Upon a Time in the West، واحد من اروع افلام سيرجيو ليوني. بيحكي عن ست بيتقتل جوزها على ايد عصابه عايزه ارضه. الفيلم بيدور حوالين قصه انتقام مليانه اكشن وتشويق، وواحده من اعظم مشاهد المواجهه في تاريخ السينما. بفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. I like the way you die, boy. والفيلم رقم 7 معانا هو جانجو انشين، احدث افلام القايمه من اخراج كوينتين تارانتينو. قصه عبد محرر وصائد جوائز بيتعاونوا مع بعض، وانصحكم جدا بالفيلم ده لان ده من الافلام اللي هتستمتعوا بالاكشن اللي موجود فيه. والفيلم رقم 6 معانا في القايمه هو ذا ريفننت، بطوله ليوناردو دي كابريو. طبعا الفيلم ده يقدر يدخل ضمن الكاوبوي. طبيعه الفيلم رهيبه والتصوير يخليك حاسس انك عايش معاهم في البريه، خاصه المشهد ده. الفيلم رقم 5 معانا في القائمة هو ذا ماجنيفيسنت 7. 7 من الكاوبوي بيحاولوا يحموا قرية من عصابة الأشرار. قصة ملهمة والأبطال ملهمش حل، وده يعتبر من الأفلام اللي مهدت الطريق لكل أفلام الأكشن اللي بعد كده. والفيلم رقم 4 معانا في القائمة هو ذا هيتفول 8. كل اللي اقدر اقوله عن الفيلم من غير ما احرق الاحداث، الفيلم بيدور حوالين 8 اشخاص محبوسين في كوخ بسبب عاصفه ثلجيه. بصراحه ده من اكتر الافلام اللي مليانه مفاجآت وتشويق. والفيلم رقم 3 معانا في القائمه هو فيلم Unforgiven. كلينت إيستوود مره تانية بس المره دي بنبره اكثر جديه. الفيلم بيحكي عن كاوبوي معتزل بيرجع للانتقام بعد سنين. الفيلم يعتبر تحفه فنيه وتقريبا كلينت إيستوود خد اوسكار عن الفيلم ده. والفيلم رقم 2 معانا هو ترو جريت. الفيلم ده بيدور حوالين بنت بتدور على قاتل والدها بمساعدة رجل محترف. فيلم مؤثر وفيه شوية دراما جميلة. والفيلم رقم 1 معانا في القائمة هو توم ستون، واحد من أفضل أفلام الكاوبوي اللي اتعملت في التسعينات. يروي قصة حقيقية وفيه كل اللي بتحبه من الأكشن والأجواء الكلاسيكية. هنا انتهت القائمة لأفضل 10 أفلام كاوبوي بالنسبة لي. لو عجبتكم الحلقة بفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.